قولي ايه رايك؟ اصبر انا بشرح. طب بقول ايه، كنت لسه جايه من المدرسه فيلا بينا بقى ايه. طعمها حلو وانت ست الحاجه. ادو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بقالي كتير قوي مصورتش حاجه، بس مش عارفه ليه حبيت اصور لكم الوصفه دي، هي عشان سهله فحبيت اشارككم معايا، لان طبعا بجد الوقت بيجري بسرعه قوي، وخاصه الناس اللي بتشتغل. فخليني اوريكم الوصفه دي، بجد حلوه للولاد واسرع حاجه فكرت فيها النهارده، وبجد جات لي الفكره ان انا اصورها من كتر ما هي سريعه. انا عندي هنا صدور فراخ، انا مقطعاها كبيره شويه، هي المفروض زي الشاورما او الفاهيتا، بس انا من الناس اللي بتعمد اقطع الفراخ كبيره شويه، لان انا يوسف ابني لو الفراخ رفيعه او صغيره او حتى ناشفه عمره ما هياكلها. فدي حاجه متروكه لاختياركم انتوا، قطعوها زي ما انتوا عايزين. تمام. الوصفه دي انا هقول لكم اسمها في الاخر، هي وصفه كلنا بنعملها بس بنعملها بكذا طريقه، بس بعد تجارب كتير طلعت الطريقه دي احلى طريقه، خاصه ان الفراخ واللحمه هنا زي ما انتوا عارفين ملهاش اي طعم. بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها صدور فراخ، بستخدم فيها الهيفي كريم، زيت الزيتون والصويا صوص والتوابل البهارات دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. دي توابل كتير شويه، بس انا بحب ابهر الاكل كويس علشان خاطر يبقى مخدوم. حتى انا ما بستخدمش لبن عادي، بستخدم برضو الهيفي كريم، فده انا بحب اخدم الاكل، انا دي طبيعتي في الطهي بتاع الاكل يعني. معانا ملح وبابريكا وكزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وسبع بهارات وكركم، تمام، وشويه جنزبيل طبعا والملح. كل البهارات دي هننزل بيها على الفراخ هنا زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهننزل بالصويا صوص، الصويا صوص دي مهمه جدا للوصفه، حوالي معلقتين كده او فنجان صغير. تمام. دي مهمه جدا جدا جدا، والميزه في الوصفه دي ان انت ممكن تسيبيها بس ربع ساعه وبعد كده ترفعيها على النار، وحوالي برضو فنجان من زيت الزيتون. تمام. والاهم حاجه فيهم كلهم اللي لازم يبقى كتير شويه الهيفي كريم. تمام كده، ده اهم حاجه في الوصفه. خليني البس بس الجلافز واوريكم بعد ما بنقلبها. رجعت لكم تاني، انا لبست جلافز. انت بقى بتقدري ان انت تتحكمي في كميه التوابل والحاجات على حسب صدور الفراخ اللي انت عاملاها قد ايه. يعني انا مثلا دول 3 صدور فراخ كاملين، اللي هي الفراخ مش بانيه اللي هو الرفيع، لا صدور كامله. تمام. انتوا بقى بتعملوا على حسب الكميه بتاعتكم. احنا بنسيبها كده في التتبيله دي مثلا ربعايه نصايه على حسب ما انت عايزه. هنستخدم المفروض فلفل الوان وطماطم وبصل. انا برضو عندي العيال ما بتحبش فلفل الالوان فما بحطوش، بس هو يعني اختياري، بس انا بشوف انه بيدي طعم. فلو عندك حطيه لو انتوا بتاكلوه، لو عندك مشاكل مع العيال زي حالتي ما تحطوهوش. خلينا نكمل الوصفه على النار واوريكم شكلها بيبقى ايه وطعمها بيبقى ايه في الاخر. بصوا، طاسه على النار سخنه، حطيت فيها بس مكعب زبده من غير اي حاجه. ليه؟ علشان خاطر انا حاطه هنا زيت زيتون اهو. بصوا الزيت التتبيله دي اللي فيها كده. تمام. خليها تاخد صدمه على النار وارجع لكم تاني. توزعوها كده على الطاسه كلها عشان خاطر تاخد صدمه في نفس الوقت. بصوا تحسوا ان هي كده زي ما تقولوا ايه، بدأت تنزل ميتها منها فيها، نسيبها تستوي فيها. في اللحظة دي بقى لازم ننزل بالبصل والطماطم متقطعين. يلا بينا. انا نزلت اهو بالبصل، نديله تقليبه. لو حد عايز يحط مثلا فص ثوم حي يحط، عايز انا حطيت بودر. يعني اللي عايز يعلي التست اكتر وعايز يحط البصل متقطع صغير ملوش دعوه خالص بتقطيعتي دي، انا مقطعاه جوليان، كل واحد وهو حر في طريقه التقطيعه اللي هي تناسبه. انا بحب ان انا اقطعها كبيره شويه كده عشان لما بتدبل بتبقى جميله قوي. وبحب استخدم البصل الابيض لان البصل الابيض بيبقى مسكر مع الاكل. تمام. دقيقه كده يدبل وبعد كده ننزل بالطماطم. شايفين اهو نازله الطماطم كده برضه، هديها برضه تقليبه معاها. الطماطم والبصل هياخدوا من التوابل بتاعه الشاورما او الفاهيتا يعني، او شوفوا انتوا عايزين تسموها ايه. يعني انا عاملاها كده ايه، مجتهده في توابلها ومجتهده في ايه، في مكوناتها الصراحه. تمام. يعني انا مش هي لا هي شاورما ولا هي فاهيتا، ده اختراع كده انا عاملاه مع نفسي. لا هي فاهيتا
نوزع معاها. هنحط بس ربع كوبايه ميه من الكاتل. تمام. وادي عندكم احلى طبق فاهيتا فراخ بالخضار ورز ابيض. الف هنا والشفا. والريحه ما اقولكوش قمر. بالهنا والشفا.